يا صباح الجمال. النهاردة بقى هعمل معاكم صينية الرقاق على طريقة أمي، من غير بقى يا جماعة افتكاسات واختراعات. صينية الرقاق بتاعتنا الجميلة التقليدية دي اللي مفيش أي سفرة بتخلى منها، مقرمش من بره وطري من جوه، تحفة. أتمنى إن انتوا قبل ما تبدأوا تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير علشان ده بيساعد قناتنا تكبر. يلا مع بعض نحضر الوصفة. هجيب شوية زيت ذرة عليهم بصلاية متقطعة مكعبات، يا دوبك هتدبل. هنزل عليهم ب300 جرام لحمة وبهارات بقى ملح فلفل، شوية جنزبيل شوية قرفة وبهارات لحمة. هنشوح اللحمة كويس خالص لغاية ما تدبل معانا البصلاية واللحمة ما يبقاش فيها سوائل خالص، وبكده اللحمة جاهزة. أول تكاية إن الرقاق ينجح معانا ندهن الصينية كويس سمنة خالص. هكون محضرة بقى شوربة لحمة مسخناها كويس جدا يا جماعة، لازم الشوربة تكون سخنة. هامسك أول ورقة من الرقاق، أول رق خالص هنبله شوربة، بس مش عايزينه يطرى ويبقى معجن علشان صينية الرقاق ما تلزقش في الصينية دي. أول تكاية هندهنها بقى بسمنة أو زبدة، أنا حاطة خليط من الاتنين. تاني طبقة بقى نبدأ ندهنها كويس جدا، حتى لو طريت معانا عادي مش مشكلة، أهم حاجة تبقى متشربة كويس الشوربة. وبين كل طبقة وطبقة هندهن زبدة أو سمنة. بعد 5 طبقات من الرقاق هحط بقى اللحمة المفرومة اللي أنا عسقتها، وبعد كده هكرر تاني نفس المرحلة، هحط 5 طبقات من الرقاق، بين كل طبقة وطبقة دهنة سمنة أو زبدة. أهم حاجة آخر طبقة ندهنها كويس خالص علشان الوش يحمر وياخد اللون الذهبي. وآخر تكاية صينية الرقاق قبل ما تدخل الفرن ترتاح قبلها بربع ساعة، هتخش على فرن حامي على درجة حرارة 200، هتاخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. وأول ما تخرج ممكن نغطيها حوالي 5 دقايق كده، ده برضو بيخليها مقرمشة وفي نفس الوقت طرية. الوصفة سهلة خالص وبسيطة ما فيهاش أي تعقيدات. أتمنى تكون عجبتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.